كشفت وزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة تسيبي ليفني عن ممارستها الجنس خلال عملها في جهاز الاستخبارات الإسرائيلية الموساد مع شخصيات عربية لتوريطهم في فضائح جنسية وابتزازهم لتقديم معلومات مهمة وتنازلات سياسية. وقالت ليفني في مقابلة لها مع صحيفة تايمز البريطانية، ونشرت صحيفة يداغوت أحرنوت الإسرائيلية مقتطفات منها، إنها ليست ضد ممارسة الجنس في سبيل الحصول على معلومات تفيد دولة إسرائيل، مشيرة إلى أن الموساد أنقذها أكثر من مرة في قضايا تورطت فيها في عدة دول أوروبية، وراح ضحيتها علماء كان بعضهم عربا. تصريحات ليفني تأتي عقب صدور فتوى من الحاخام شفات الذي يعد أحد أكبر وأشهر الحاخامات في إسرائيل، أباح خلالها للنساء الإسرائيليات ممارسة الجنس مع الأعداء مقابل الحصول على معلومات مهمة، بدعوى أن الشريعة اليهودية تسمح بذلك.